مباراة المغرب والنرويج، آخر مباراة ودية قبل بداية كأس العالم. شفنا فيها واحد الأداء اللي زويون وفي المستوى من المنتخب ديالنا الوطني المغربي. في الشوط الأول اللي بالنسبة لي كانت فيه حاجة سلبية وحدة، اللي هي الإصابة ديال نصير المزراوي والتعويض ديالو بالعامري، اللي شفنا واحد الأداء منه كارثي. احنا جايين في الفيديو. والاصابه ديال الزلزولي عاوتاني، الاصابه ديال الزلزولي اللي بقات فيا اكثر من الاصابه ديال المزراوي، وكنتمناو انهم بجوج بهم تكون الاصابه ديالهم طفيفه ويكونوا حاضرين في الماتش الاول اللي عندنا في كاس العالم قدام البرازيل. في هذا الماتش المدرب وهبي اختار التشكيله المثاليه، التشكيله اللي غالبا غتكون هي التشكيله الرسميه ديالنا في كاس العالم، باختلاف اسم او اسمين كحد اقصى. في حراسه المرمى عندنا ياسين بونو، في الظهير اليمين عندنا اشرف حكيمي، قلوب الدفاع شادي رياض مع عيسى ديوب، والظهير اليسار الحاج نصير المزراوي. الجوج اللي في الميليو عندنا العيناوي وبوعدي، قدامهم كان أوناحي، الأجنحة إبراهيم دياز وزلزولي، وعندنا الصباري اللي كان عنده تحرك ليبر كمهاجم وهمي اللي شفنا عنده واحد الدور واعر كلاهي المدافعين، باش كيجي ابراهيم دياز ولا زلزولي كيلقاو المساحه وكيقدموا الزياده العدديه، وحتى اوناحي كان كيضغط معاه. شفنا صراحه بزاف ديال الجمل التكتيكيه، شفنا بزاف ديال الخدمه عندنا في المنتخب. يعني ولاو عندنا حلول متنوعه، وان المدرب وهبي والمساعدين ديالو في الطاقم التقني دايرين اداء واعر، لا من ناحيه ديال تحليل الخصوم، لا من ناحيه ديال الافكار. يعني ما عندناش فكره وحده، يعني ماشي كنسونطري ولا كندربزو. يعني عندنا واحد البلان دو جو واضح، ولكن في نفس الوقت عندنا واحد ليكار خيالي ما بين اللعابه الاساسيين ال11 تيبيك واللعابه ديال لي شونجمون، وهذا الشيء كاملين اللي لاحظناه في دوزيام ميطا. الشوط الاول كما قلنا كانت الاصابه ديال نصير المزراوي اللي هذه هي الحاجه الخايبه فيه، ديال انه كيتصاب بزاف، وشفناها في قطر فاش تصاب لينا في الماتش الاول مع كرواتيا، وكملنا الكومبيتيسيون كامله بيحيى عطيه الله. كنتمناوها ما تتعاودش، حيت الا كملنا بعطيه الله اللي قدم معنا اداء راه هاد المره هذه. ولكن في هذا الماتش هذا حيت ما كانش انس صلاح الدين دخل بالعامري، راه شفنا واحد الفرق واضح ما بين عطية الله وما بين بالعامري وما بين صلاح الدين وما بين كاع الاسماء اللي كانوا ممكنين يلعبوا لنا في ظهير يسار. وبالعامري بكل صراحه احنا محتاجين لنصير المزراوي، وحتى الا ما كانش نصير المزراوي واجد فراه بغينا انس صلاح الدين، حيت اخويا يوسف بالعامري راه كاتاستروفيك كارثي داك السيد. وكتاكد مليار مره على انه المنادات ديالو باش يشارك معنا في كاس العالم كانت غلط من الاول، وانه كان الكرواني ولا اي اكس او ايغريك في بلاصتو كان غينفعنا. وما تا حاجه مرعود اللي جا كيدريب ليه ويدخل، وبجيتو جا البيت، بجيتو دخل اوسكار بوب خرطو عطى اسيست اوديغارد تا هو لقاها ساهله امرابط ماشي داخل الشبكه. ودابا هادشي علاش كنقولوا شي اسماء ما يستاهلوش الكاس العالم اصاحبي، ما تستاهلش ديو الكاس العالم. دابا ها حنا بالعمري شفنا انه لا يعول عليه كتخوازيان شوا، ولا سيدي انا كاع لا كان مضروب ليا المزراوي ومضروب ليا انا صلاح الدين ونلعب لوحدي تما وما نلعبكش اخويا بالعمري. وعاد شفنا الاصابه ديال الزلزولي اللي شخصيا تخوفت منها بزاف. الزلزولي كاملين شفنا الاداء اللي دار في البريمير ميطا في الوقت اللي كان لاعب فيه، السيد كيدريبلي كيرفس اتاكي كيدير كل شيء صاحبي في كره القدم. مازال عنده شويه اللمسه الاخيره، ولكن الزلزولي راه الزلزولي راه ما كاينش المعوض ديالو في المنتخب الوطني الحالي. غتقولي داك الميموني لا علاقه حتى هو عاوتاني، علاش اخويا جاي لكاس العالم؟ والسيد لا علاقه كيشد الكره كيبقى يعجن فيها، واحد كان في الهوات علاش جايبو لكاس العالم؟ ودي غير واحد عنده بالميراس في المنتخب غنبقاو ندويو عاوتاني بالهضره ديال الزليجيه والهضره ديال الزنقه والهضره ديال الشعبويه، وجيب اخويا هاد السياش وما تجيبليش الميموني يلا. دابا فاش كتبقى تدوي على شي حاجه راه بنادم كيبقى يقول لك الكريتيك الانتقاد الخاوي. وسيدي كاين لعاب عنده ولعاب ما عندوش. شتي في المنتخب كامل كاين 16 لعاب اللي يستاهلوا يكونوا في المنتخب، تا باقي ما نديهمش معايا حتى يلعبوا في لابلاج من الاخر. الشوط الثاني شفنا التغييرات، صراحه التغييرات عادي، حيت اللعابه ديال النرويج تا هما كيحسبوهم بصح لاعبين بحال انهم لاعبين في ربع نهائي ولا نصف نهائي ولا الثمن نهائي ولا ماتش في الجروبات كيهرسوا لينا. هرسوا لنا المزراوي، هرسوا لنا الزلزولي، وخوفا عليهم خرجنا اخويا اللعابه ديالنا كاملين الاساسيين ودخلنا اللعابه الاحتياطيين اللي لا علاقه باللعابه الاساسيين. اللعابه الاحتياطيين اللي صراحه
امرابط لا علاقه، امرابط لا علاقه، شتي امرابط لا علاقه. واخا ندخلو اخويا في 10 دقائق الاخرى غيدير لي شي كارثه، غيدير لي شي كارثه. يعني الاشجار تما راه كاملين عارفين شكون كان خصو يكون في بلاصه امرابط، هو عمران اللوزه. شي لعابه خويا لا علاقه، شتي نبقى نحسب اللعابه لا علاقه اللي كاينين عندنا في لا ليست راه ما غنساليش. يعني حنايا الامل ديالنا في دوك ال11 تيبيك، دوك الثلاثه اللي في رومبلاسون مزيانين وكنخافوا من الاصابات. دابا نتايا غا ماتش اميكال مشاو ليك جوج من الاعمده، وكنتمناو الاخبار مازال ما خرجات على الاصابه ديالهم، كنتمنى الاخبار تكون سعيده وانه يكونوا حاضرين معنا خويا في المونديال. حيت ما نقدرش انا مثلا دابا نتفرج بلا زلزولي. زلزولي يا صاحبي، عندك زلزولي، عندك ابراهيم دياز، هادو صاحبي راه ناصر وراه كائس في المنتخب الوطني يا صاحبي. شكون غيلعب بلاصتو؟ شكون غنلعبو؟ جاسم تما، جاسم كوشي. شكون غتلعب؟ رحيمي شفناه تما، ماشي رحيمي اللي كنعرفو. مهم الهضره بزاف وسكات حسن. ولكن على العموم قدمنا اداء زويون في الشوط الاول، افكار واضحين من وهبي. ولكن اخوتي كما قلت لكم فوارق كبيره ما بين اللعابه الاساسيين واللعابه الاحتياطيين. المدرب كيحاول يدير خدمه كبيره سواء في لي بالاغيتي، سواء في لي كوفرون، سواء في اي حاجه. خدمه كبيره كاينه. العدو الوحيد ديالنا هو الاصابات. كنتمناهم يبعدونا على اللعابه ديال المنتخب الاساسيين. اما الا كان شي خضار ولا شي واحد كيدربس في الرومبلاسون جات فيه شي بليسيور ماشي مشكل، المهم تفوت لنا غير اللعابه الاساسيين. كانوا هادو هما ابرز النقاط. التخوف ديالي من دوك الاحتياطيين وبعض الاسماء اللي جبناهم كمجامله ولا ما عرفت علاش جبناهم. ولكن على العموم نقاط زوينه استفدنا منها هذا الماتش. وكنتمنى الاستفاده الكبيره تكون عند المدرب وهبي والطاقم ديالو، صراحه خدامين خدمه نقيه. راه الا شفنا راه التدريبات كاينين في شكل، كاينين اشياء جداد في لونطريمون كنخدموهم. كاينين المهم الخدمه شتي المنتخب ديالنا غيكون واجد 2030. ولكن على الاقل في هذا المونديال هذا بغينا خويا نقدموا واحد الاداء اللي يليق بالمنتخب المغربي. بغينا الكره، فرجونا خوتي وفرحونا. ما بغيناش نحرقوا دمنا. حنا راه ما كنقول لكمش جيبوا لنا كاس العالم، انا على الاقل جيب وصل لي اخويا الربع النهائي غنكون فرحان. واخا فاش كنبقاو جايين نوصلوا خطوه بخطوه كنبقاو نطمعوا. ولكن المهم على العموم ما نطلبوش فيهم، ما نطلبوش ليهم شي حوايج اللي صعاب. حيت باش دير المونديال خاص يكون عندك بحال 11 الاساسيين بحال 11 الاحتياطيين، وهذا الشيء اللي ما كاينش عند الاغلبيه ديال المنتخبات ما عدا شي منتخب ولا جوج. المهم كل التوفيق للمنتخب المغربي ديالنا. نقدروا نديروا شي فيديو قبل الماتش ديال البرازيل، ما درناش قبل الماتش ديال البرازيل غنديروه من مور الماتش ديال البرازيل. التوقعات ديالي للماتش هو انه كنحس لانه المنتخب المغربي ما غيخسرش. البرازيل شفناها البارح مع مصر، ماشي داك النيفو العالي، عندهم اخطاء دفاعيه. الا لعبنا منظمين واستفدنا من لي ترانزيسيون غابيد ولي كونتر اتاك غنقدروا نباغتوا البرازيل. وكنتمنى من كل قلبي انه الزلزولي ما يكونش مضروب ويكون واجد داك الماتش. المهم تنشوفوا الاخبار شنو فيهم. لو وصلتي هنايا للفيديو ما تنساش تبارطاجي الفيديو مع اصحابك وتشترك في القناه، حيت غتكون عندنا تغطيه خاصه لكاس العالم. ودير لايك للفيديو. تهلاو.